بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل الجبنة الفلاحي عشان السحور، وهنعمل من اللبن اللي هنعمل به الجبنة هنعمل منه السمنة البلدي، وهنعمل منه القشطة، وهنعمل منه الجبنة القريش. وطبعا في غلو التجار في الأيام دي كل حاجة بقت صعب ان الناس تشتريها بسبب غلوها، فطبعا من الصعب ان الناس تعمل السمنة دلوقتي. فدلوقتي احنا هنجيب اللبن اللي هنعمل منه الجبنة وهنستغلها ونطلع منه السمنة البلدي. فاحنا كده هنحضر المكونات بتاعتنا. هنجيب حلة وبرام، ونكون مجهزين اللبن بتاعنا، تجيبوا من مصدر موثوق، ونحط شاش على البرام. وطبعا لازم نصفي اللبن الاول. هنصفي اللبن بتاعنا لان طبعا اللبن عمره ما هيكون معمول به بره. الجبنة اللي هتشتريها او السمنة اللي هتشتريها عمرها ما هتكون بالنظافة اللي انت تعمليها في بيتك. طبعا عمرهم ما هيصفولك اللبن عشان يعملوا لك جبنة نظيفة. فانت هتشتري لازم تصفي الشاشة بتاعتك نظيفة، تصفي فيها اللبن. وهنشيل كده من على البرام، وهنحط على الحلة، وهنكمل تصفية اللبن. طبعا انتوا دلوقتي بتقولوا هي عملت ليه في حلتين. انا جايبه البرام لوحده والحله لوحدها لان النهارده هعمل بطريقتين مختلفين. الطريقه الاولى اللي هي في البرام، والطريقه التانية اللي هي في الحله. وانتوا تشوفوا الطريقه اللي تفضلوها وتمشوا بيها وتعملوا بيها بعد كده. طبعا انا في طريقه من الطريقتين بفضلها عن التانية، لانها بتفصل لي القشطه عن اللبن نهائي، وبيكون مغلي ومعقم، وبيبقى انضف من ما بيتعمل بره من غير غلي او كده. فكده احنا بنصفي. انتوا شايفين الشوائب اللي نازله من اللبن قد ايه؟ انتي طبعا هتعملي في بيتك لازم تنضفيه ولازم تصفيه، ده قبل اي حاجه، لان كل الشوائب دي كانت هتيجي في الجبنه والسمنه. فكده احنا خلصنا تصفيه، وهنشيل الشاشه بتاعتنا. الطريقه بقى اللي هي في البرام، هناخد اللبن منها هنسخنه الاول من البرام، وناخد البرام هنسخنه برضو على النار، وننشف منه الميه بتاعتنا. لازم يكون ناشف ومفيهوش ميه. فانا حطاه على النار دلوقتي عشان انشفه من الميه نهائي ويكون دافي. حاطينه اهو، هو في ميه انا غسلته مكان اللبن لما فضيته في اللبانه. هو دلوقتي بينشف معايا، واللبن طبعا على العين التانية بدفيه. وطبعا كده انا جبت البرام بتاعي بعد ما نشفته. والسر بقى في الازازه دي، السر بتاعنا في الازازه دي اللي هيخلي معاك اللبن يروب بسرعه. دي يعني بديل المنفعه بالنسبه لنا. دي شرش لبن. الشرش ده اللي بنزل من اللبن بنحط منه حبه في البرام، وبنلفه كده زي ما انتم شايفين، وبنفضيه تاني، ما بنسيبوش مكانه. ليه بقى؟ لان ده اللي بيساعد على الترويب، ده بدل المنفعه، وبينزل باللبن وهو دافي في البرام بعد ما لفيناه بالشرش بتاعنا. ودلوقتي احنا هنجيب الدفايه او اي حاجه تقيله عندكم، وهنطبقها كويس كام طبقه كده، وهنفردها. هنجيب الطرف الاول نحط فيه البرام. البرام طبعا لبن دافي والبرام دافي، وحاطين فيه اللي هي الشرش، ونغطيه كويس ونلف كويس. ماشي. ونشوف اي حاجه تقيله عندنا نحاول نغطي عليه بقدر الامكان، ونحطه في مكان دافي، لان الخطوه دي مهمه جدا انها تساعد معاكي ان ما تاخدش وقت ان اللبن يروب معاكي بسرعه. ده كده اللبن، باقي اللبن اللي في الحله اللي انا صفيته انا حطيته على النار وهنغليه. التاني ما تغلاش، التاني هيروب كده. شوفوا لازم يتعمل الوش اللي انتوا شايفينه ده وانا بغلي اللبن، لازم الوش يطلع كده. احنا بنغلي اللبن بيعمل طبقه من فوق، ولازم يغلي معانا. احنا مش هنسيب اللبن بتاعنا يفور، لازم اللبن يعمل الوش ده اهو وما يفورش للاخر، لان احنا هنطفي عليه وهو في لسه الوش بتاعه كده. دي الطريقه التانية اللي انا شغاله فيها دلوقتي. طبعا انا حطيت البرام بتاعي انه يروب، ودي الطريقه التانية هشتغل فيها. كده اللبن خلاص يعتبر كده ان هو خلاص اتغلى. هنطفي عليه وهنغطيه بعد ما يهدى شويه، وهناخد بقى البرام بتاعنا طلعناه، هناخد الوش بتاعه. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله اللهم بارك. اللبن بتاعنا بعد ما راب ده ما كملش 24 ساعة،
طبعا انا بطلع منه كده وش القشطة بتاعي، ما شاء الله اللهم بارك. لازم تكون جايبة اللبن ولبن جاموس من مصدر موثوق، علشان يقدر ان هو يديكي كمية كويسة من السمنة البلدي واللبن كمان، ما يجيبش شرش معاكي كتير. الطريقة بقى اللي هي بتاع المنفعة، انا طبعا ما ينفعش احط منفعة، لو حطيت منفعة ما كنتش هعرف اطلع القشطة دي، كان اللبن هيبقى جبنة بس. وده الحلة اللي انا بعد ما غليتها حطيتها في التلاجة يومين. ده اللبن الطريقة التانية. دي القشطة بتاعتي انا كده اخدت بتاعت البرام اللي هو راب لوحده، ودي بتاع الطريقة التانية اللي انا غليت فيها اللبن وحطيته في التلاجة لتاني يوم. كده انا بطلعها بايدي لانها بيبقى فيها حبة لبن، ما اعرفش ان انا اطلعها بالمعلقة. فكده انا بفصل القشطة عن اللبن وهيتبقى معايا اللبن بتاعنا. هناخد اللبن بتاعنا، دي القشطة اهي اللي طالعة من الحلة. هناخد حلة نظيفة خالص وهنسخنها على النار، هندفيها. واللبن بتاعنا لازم ندفيه لانه هيبقى طالع من التلاجة بعد ما ناخد منه القشطة. الحلة دي هنعمل فيها نفس الخطوة بتاعة البرام. بعد ما هندفيها هناخد حبة من الشرش بتاع اللبن، لو مش موجود عندكم هتجيبوا من عند اي واحد بتاع جبن وتقولوا له انا عايز حبة شرش بتاع جبنة، هيديك حبة هتحركيهم كده في الحلة وهي دافية. ماشي، وهنفضيهم تاني وهنصب اللبن بتاعنا وهو دافي برضو، هتبقى الحلة دافية واللبن دافي. وبعد كده هنجيب الدفاية بتاعتنا تاني ونطبقها ونحط فيها اللبن فوق طرفها، وهنغطيه وهنلفه كويس وهنسيبه يوم كامل زي الطريقة الأولى دي كده بعد ما فصلنا منها القشطة، وهنركنه لحد ما يروب معانا. دلوقتي هنجيب طبق ومصفى، وهنجيب شاشة نظيفة غير الشاشة الأولانية وهنحطها على المصفى، وهنجيب طبعا اللبن اللي راب معانا اللي أخدنا الوش بتاعه بتاع البرام، هنبتدي ان احنا هنفضيه على الشاشة اللي على المصفى. شوفوا ما شاء الله اللهم بارك. طبعا الشرش الموجود عندنا انتوا شايفين حاجة بسيطة خالص، مفيش شرش، يعتبر ان هو معدوم من الشرش. لو اللبن بقري ما كنتش هتلاقوا كده. وهنحط طبعا حبة ملح لان انا الطريقة دي ما حطيتش فيها ملح في الاول خالص زي ناس كتير، فضفت معلقتين ملح بس، لان في من الاولاد ما بيحبوهاش ملح، بيحبوها عدبة. ماشي، هنقلبهم وهنخليها كريمي كده في قلب بعضها عشان تقدر ان هي تتشكل معايا بمنتهى السهولة. بعد كده كده قلبناها كويس، وهنلم الشاشة بتاعتنا على بعضها وهنربطها زي بقج، هنربطها كده. طبعا شايفين الشرش لسه فيها الشرش بينزل منها اهو. هنربطها كويس وهنخليها في المصفى وتحتيها الطبق لاننا هنحتاج الشرش ده بعدين، مش هنرميه. وهنجيب البرام بتاعنا اهو اللي كنا حاطين فيه، مليته ميه وحطيته فوقيها عشان تقل بيه، لازم عشان تنزل الشرش بتاعنا. ودي طبعا القشطه اللي طلعت من البرام، ودي القشطه اللي طلعت من الحله، هي سايله شويه عشان فيها لبن. ده كله احنا بنضربها ببعضها، هيتضرب كله مع بعضه عشان نطلع منه السمنه. عايزين تخلوها قشطه كده ماشي. كده طبعا ايه دي الجبنه. انا طبعا الشاشه في الاول لفتها زي الرول، جبت شاشه نظيفه ولفيت فيها، فضيت فيها الجبنه وفردتها لفيت فضلت دي بدل الحصيره. طبعا انا ما عنديش حصيرة فجبت الشاشة دي بديلها. طبعا عايزين تخلوها زي بتاعة الحصيرة، فبتجيبي شوكة كده وبظهرها وتخططي، هتبقى شكل الجبنة الفلاحي بالظبط اهي. وهنقلبها نفس الكلام في الظهر وهنخطط. طبعا دي الجبنة اللي كانت معانا في البقجة اللي كنت متقلة عليها بالبرام اللي فيه مية. بعد ما خلصت الخطوة دي انا ما صورتهاش، طبعا حطيتها في الشاشة، شاشة نظيفة، ولفتها زي الرول كده وحطيتها على صاج كده لحد ما ساعتين 3 كده، او تحطيها من الليل للصبح. شوفوا ما شاء الله اللهم بارك. شايفين قطع الجبنة معايا ما شاء الله تستاهل بقكم. دي طبعا ايه اللبن التاني ما شاء الله. شوفوا اللي غطيناه ده ما كملش 24 ساعة. شوفوا اللبن بتاعنا كده فصل. اتفرجوا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ما شاء الله ما شاء الله. شفتوا الجبنة دي ما شاء الله اللي هي اخدنا منها، دي اللي اتغلت تاني مرة، اللي غليتها وحطيتها في التلاجة. هناخد نفس الخطوة وهنحطها في الشاشة وهنصفيها
دي اللي صورتها يعني كاملة عشان ناخد الخطوة بتاعتها ايه مطولش معاكم. وحطيت عليها الملح. دي بقى انت على حسب بقى ما انت عايزه تعمليها عدبة ماشي، عايزه تعمليها مالحة ماشي، انت بتتحكمي في نسبة الملح بتاعتك. وهنقلبها نفس الكلام. الكمية دي اللي هي بتاعت اللبن الطريقة التانية. الطريقة الأولى عملناها الجبنة القريش اللي أنا كنت بخططها دلوقتي. ودي التانية دي بقى هعمل لكم منها حاجة تانية هتتفرجوا عليها دلوقتي. كده هنلمها برضو نفس الخطوة، وهنربطها وهنتقل عليها برضو بحاجة تقيلة. بس دي مش هنسيبها لما تسرد ميتها كلها، هنحط عليها حلاية فيها مية، مش هنسيبها لما تصفي ميتها كلها. كده احنا فتحناها وهي لسه فيها شرش، لو خدتوا بالكم هتلاقوها طرية شوية، لان انا هقول لكم على الخطوة اللي انا همشي بيها دلوقتي. هعمل هنا جبنة براميلي في البيت من غير ما تشتروها بطريقة تانية غير القريش. دي جبنة براميلي. هنجيب طبعا طبق كده وهنفتح فيه الشاشة. انا فضيت الشرش طبعا اللي في الطبق، فضيت الجبنة شوفوا سايلة ازاي، يعني ايه مفيهاش شرش بس ايه طرية معانا شوية. وجبت علبة حلاوة طحينية وخرمتها لو مفيش مصفى مربعة. لو عندكم مصفى مربعة ماشي، انا جتني الفكرة دي وخرمتها كده سكينة وتسخنيها على النار وتخرمي بيها. هنجيب الشاشة بتاعتنا، شاشة نضيفة اهي، احنا شلنا التانية كان مكانها جبنة. وهنبقى عاملين شوية فلفل مفروم على شطة، احمر على اخضر الموجود عندكم. وطبعا هنفرده في طرف الشاشة كده من على جنب العلبة. لو الكمية كتيرة ممكن تفردها في العلبة كلها. وهنفضي على الفلفل بتاعنا، وهنيجي من فوقيه ونروح حاطين طبقة باقي الفلفل الطبقة التانية. وهنبتدي ان احنا نساوي بايه بالشاشة. هنساوي ونضغط عليها، هنساوي نضغط عليها ونقفل الشاشة بتاعتنا عليها خالص. شايفين كده انا خلصت الخطوة دي. واحط عليها برضو حاجة تقيلة، بس هرفع العلبة اللي فيها الخرام او المصفى على حاجة عالية. ودي هي القشطة بتاعتنا. هنضربها بالمضرب عشان ان انا عايزة سمنة دلوقتي، مش محتاجاها قشطة. لا محتاجها قشطة هيخليها ياكل بيها، يخليها في جنب السحور كده. انما انا عايزاها دلوقتي عشان اعمل منها سمنة. فانا دلوقتي هفضل اضرب فيها زي ما انتوا شايفين. الخطوات بتاعتنا بتبقى واحدة واحدة بتبدأ تظهر اهي، بدأت تاخد معانا اهي. كل ما تضربي فيها ممكن لو مفيش مضرب بايدين عادي، بس تصبروا عليها شوية، ولازم تكون ساقعة، تكونوا حاطينها مثلا حبة في الفريزر او بايتة في التلاجة. دي طبق ده كطبق قشطة كنت مطلعاه على جنب. ودي بقت ايه باقي القشطة. وهنفضل نضرب فيها لحد ما شفت فصل الخض بتاعنا عن السمنة اهي، السمنة لوحدها واللبن لوحدي. هنحاول ان احنا نجمعها. الكمية دي بتاع ال4 كيلو لبن بس. طبعا الكمية مش اللي في الصورة، مش كل بتاع ال4. دي كمية انا كنت محوشاها. وفي خطوة بقى لازم بعد ما نطلعها كده نكون جايبين حلة فيها حبة مية ساقعين، وبنلف فيها السمنة بعد ما بنشكلها. ليه بقى الخطوة دي؟ عشان طبعا احنا لو هنخزن في الفريزر ما تعفنش مننا او تغير في الطعم بتاعها، بيغير وبيمرر. دي الخطوة بتاعتها. هنيجي نروح للجبنة بتاعتنا اللي عاملينها البراميل. طبعا هنفتح تاني على الشاشة كده بعد ما خلاص الخطوة دي خلصت، سردت كل الشاش اللي فيها اهو. وهنبتدي بس شوفوا معايا جبنة براميلي قطعة من بتاعت بره، وانتوا بقى بتملحوها حبة عن التانية عشان بتحدق معاكم. كل ما تأخر اسبوع 10 ايام بتظهر براميلي قديمة جميلة. شوفوا معايا ما شاء الله اللهم بارك، بقت متماسكة وبقت جميلة ما شاء الله، وطعمها يجنن. هنجيب احنا طبعا معانا علبة. دي مش الخطوة الأخيرة اللي أنا رشيت ملح عشان تبقى حادقة شوية، لأن أنا في الأول كنت حاطة ملح بسيط ورشيت حبة في العلبة اللي هحط فيها، وضغطتها عشان تبقى طبقة وطبقة. يعني حطيتها في العلبة اهي، وضغطتها بعد ما حطيتها خليتها تسوت كلها ببعضها. بقيت اضغط عليها عشان تبقى حتة واحدة يعني اهو. تضغطي بصوابعك كده
لحد ما تبقى مستوية كلها بسوا واحد، لان دي هتدخل التلاجة. تاخدي الخطوة دي وهتدخل التلاجة، ودي يا ريت تتعمل قبل رمضان باسبوع. دي شوفوا الجبنة بتاعتي اهي، والسمنة بتاعتي ما شاء الله اللهم بارك. دي مطلعاها من اللبن، والجبنة دي طالعة برضو من اللبن. ودي معانا الجبنة البراميلي. وبكده احنا خلصنا الوصفة بتاعتنا، وبألف هنا على صحتكم، وكل سنة وانتم طيبين.